السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا اخوان بزيستا، اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. معي انا اخوكم سيف عبد الله. فيديو اليوم جاي احكي فيه زي ما بتعرفوا عن مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، المباراة اللي تعادلنا فيها. مباراة كان المفروض ريال مدريد تفوز فيها لانه برشلونة بتلعب مع جيرونا، او بالاحرى جيرونا بتلعب مع برشلونة، فالمباراة تكون صعبة على جيرونا مش على برشلونة، لانه جيرونا متصدرين الدوري الاسباني مثل ما بتعرفوا مع ريال مدريد، فجيرونا هو المنافس الاول لريال مدريد لحد اللحظة. بس الريال مثل العادة عودنا انه الريال ما يستغل الفرص، ما يستغل تعثرات الاندية اللي بتلعب ضده، ما يستغل انه الاندية اللي ضده بتلعب مباريات قوية. بيتيس مش خصم سهل بالتاكيد، يعني واحد من الانديه اللي بتغلب ريال مدريد في اخر موسم. وتخيلوا معي انه ريال مدريد من موسم 2016 2017 لحد الموسم الحالي ريال مدريد ما قدر يفوز على بيتيس في مباراتين من الموسم الواحد في الدوري الاسباني، فهالشيء بدل على انه بيتيس مش خصم سهل لريال مدريد، وواحد من الانديه اللي دائما بتعيق ريال مدريد عن التتويج في اللقب. لكن بنشوف في المباريات السهله كيف لعيبه ريال مدريد بتحسهم بطلوا يعرفوا يلعبوا كره قدم، وبحسهم خلص بس يجيبوا جول انه ضمننا الفوز وما بدنا نلعب، خلص نكفي عملنا اللي علينا واللي جاي. طبعا انا بعتبر الفوز على بيتيس خاصه في ملعب بيتيس واحد من اهم الانتصارات اللي ممكن ريال مدريد تنتصرها في الدوري الاسباني حتى ياخذوا لقب الدوري الاسباني. لهيك فوز امبارح كان ممكن يكون خطوه كبيره في التتويج باللقب. احنا بنعرف انه بيتيس واحد من الملاعب الصعبه في الدوري الاسباني، ومش اي فريق بيقدر يطلع بنقاط الفوز، لكن بنفس الوقت ما في انديه بتضلها تفوز، وريال مدريد مثل ما بتعرفوا عندنا اصابات كثيره، لكن مش عذر لانه بنضل ريال مدريد وما بنتقارن في بيتيس. صراحه اللي بيقول لك عندنا اصابات وعندنا ما اصابات من هالحكي مش عذر، الا اذا لعبت بفريق كبير، مثلا لعبت ضد بايرن ميونخ، برشلونه، مان سيتي، وكان عندك غيابات ممكن تتحجج بالاصابات. بس انت بتلعب ضد بيتيس او بتلعب ضد قادش او بتلعب ضد حتى جيرونا ما عندهاش هالاسماء. خلينا ندخل في الفيديو مباشره ونحكي عن مباراه ريال مدريد وريال بيتيس. طبعا مثل ما شفتوا كلكم دخلنا المباراه في تشكيله ال4-4-2 اللي متعودين عليها. طبعا انا حكيت في الفيديو الماضي بفضل تشكيله ال3-4-3 او ال4-3-3، وكنت بحكي اني بفضل يلعب ناتشو، ألابا، وروديجير في قلب الدفاع، لانه مثل ما بنعرف في ريال مدريد احنا كمشجعين ريال مدريد بنعرف انه ريال مدريد عنده نقطه ضعف كبيره في مركز الظهير. لو كارفاخال موجود كان حكيت تشكيله 4-4-2 هي افضل تشكيله، او 4-3-3، فانك تلاعب فاسكيز في مركز الظهير الايمن ضد بيتيس، الكل بيعرف انه بيتيس برضه كثير عنيد وكثير بغلب ريال مدريد بالعاده، حرام انك تلعب فاسكيز بهيك مباراه. كان الافضل انك تلعب 3-4-3 حتى لو انك مش متعود تلعب فيها. شفنا فاسكيز بيلعب في مركز الظهير الايمن، وشفنا كمان تغيير في التشكيله ولعب مودريتش المباراه، وشفنا خوسيلو على الدكه. المباراه الماضيه تعودنا نشوف خوسيلو وابراهيم ورودريجو في الهجوم، بس بهاي المباراه شفنا مودريتش رجع للتشكيله. ما كنت متوقع هالشيء، وباخر توقعت التشكيله تكون خوسيلو وابراهيم ورودريجو في الهجوم، لانه مودريتش رجع من اصابه، ومثل ما حكيت لكم احنا بنلعب بفريق اسمه بيتيس، وحتى حكيت في اخر حلقه انه بفضل يلعب سيبايوس لو لعب بتشكيله 4-4-2. ما حكيت مودريتش لانه حكيت لكم مودريتش راجع من الاصابه. انك تلعبه ضد خصم زي بيتيس صراحه شيء غريب، لانه مش بكامل لياقته البدنيه، حتى لو انه مودريتش بنعرفه، لكن واحد يكون منطقي وواقعي، اللاعب كبير في العمر وراجع من الاصابه، الافضل كان انه يقعد على الدكه. وشفنا كيف كان نقطه ضعف كبيره في ريال مدريد في اول 10 دقائق، على عكس العاده شفنا ريال مدريد في اخر فتره بتعاني في اول 10 دقائق، لكن في مباراه بيتيس امبارح صار العكس، كنا في اول 10 دقائق مناح وعلينا في باقي ال 80 دقيقه اللي ضلوا. رودريجو بلينغهام كان في اول 10 دقائق خياليين، رودريجو بالتحديد، رودريجو الفترة الأخيرة مقدم أداءات ممتازة، ورح نحكي عنه في آخر الفيديو في موضوع كثير مهم، فخليكم لآخر الفيديو عشان تعرفوا إيش راح أحكي عن رودريجو، موضوع حساس عند البعض، ممكن ناس توافق عليه ممكن ناس ما توافق عليه، فخليكم لآخر الفيديو ورح نيجي لموضوع رودريجو. طبعا شفنا كيف في الشوط الأول انتشار الفريق كان سيء جدا وبطء في بناء اللعب، هالشيء خلانا نشوف اختفاء للفريق بشكل كامل بعد أول 10 دقائق من المباراة. شفنا كيف بيتيس كانوا هم الطرف الأفضل في المباراة. توني كروس كنت أحسه قاعد بيلعب لحاله هو فالفيردي بالشوط الأول في خط النص، ما شفت اللعيبة الثانيين في النص، ما شفت مودريتش وما شفت بلينغهام اختفى بعد اول 10 دقائق، ما بين ابدا بعد اول 10 دقائق، ونفس الشيء لرودريجو. بس شفنا كيف كرات كروس وفالفيردي الطويله شيء خيالي، يعني ريال مدريد محظوظ في لاعبين زي هيك. طبعا اكبر نقطه ضعف في الشوط الاول، ما في حسنات اذكرها بالشوط الاول صراحه، ما كان فيها غير فالفيردي، كروس ورودريجو، وبدرجه اقل بلينغهام، بس بلينغهام كان مختفي، وابراهيم دياز كمان قدم مباراه ممتازه بصراحه وكان جيد، وحاول انه يحرك الجهه اليمين، بس انتم بتعرفوا الجهه اليمين مع فاسكيز صعب انها تتحرك. واكبر نقطه ضعف كانت في الشوط الاول هي مكان تشواميني لما غاب شفنا ضعف كبير في مدريد من الناحيه الدفاعيه بخط الوسط واسترجاع الكرات. شفنا بيتيس في اكثر من فرصه كانوا يدخلوا من عمق خط وسط ريال مدريد، وهالشيء كان نقطه ضعف كبير، وكانت راح تخلي ريال مدريد تاخر في النتيجه بشكل مبكر في المباراه، وتخلينا نعاني اكثر في الشوط الثاني نرجع في النتيجه، خاصه في ارض بيتيس في الملعب الصعب مثل ما حكيت. في الشوط الثاني اول 15 دقيقه طبعا كنا احنا الافضل، وشفنا فيها جول لريال مدريد. شفنا تمريرات ابراهيم دياز خياليه، اخر فتره بنشوف كيف تمريرات لاعبين ريال مدريد خياليه صراحه، يعني شفنا تمريرات ألابا قبل كم من مباراه، وشفنا تمريرات ابراهيم
وشفنا المباريات الماضيه كمان كم من تمريره كانوا خيال للامانه، شيء رهيب. وشفنا هدف بلينغهام، طبعا بلينغهام اللي تعودنا عليه خلص يعني مش شيء مفاجئ انه نشوفه بسجل. بلينغهام صار مساهم في 20 هدف مع ريال مدريد 18 مباراه. وشفنا المعلق حكى انه مع دورتموند تغرق 92 مباراه حتى يصل ل 16 هدف. وهالشيء بدليلك على انه اللاعب اذا لعب في نادي معين وكانت ارقامه مش ممتازه، الشيء ما بيكون سببه اللاعب، الشيء بيرجع للمنظومه. وبلينغهام جاي بالتحديد لمنظومه ريال مدريد، وخياطه جاي على منظومه ريال مدريد. طبعا كان المفروض نشوف تبديل مبكر اللي هو خروج فاسكيز اللي كان سيء دفاعيا وسيء هجوميا في الشوط الاول. استغربت انه انشيلوتي طول عبال ما يطلعه، وخاصه زي ما حكيت بنلعب ضد بيتيس، هاي ثالث مره برجع بعيدها بنلعب ضد بيتيس، هاي رابع مره. فاستغربت بصراحه انه ما دخل ناتشو بسرعه وصبر كمان شوي، خاصه مع الضعف اللي شفناه في خط وسط مدريد. بعد ما جبنا الجول اجت فرصه لريال مدريد انه ينهي المباراه، رودريجو، بس شفنا رودريجو كيف كان اناني، ما مررها لابراهيم دياز. بالمناسبة رودريجو كان خيالي في المباراة وابدع جدا، وراح احكي كمان مثل ما حكيت عنه في اخر فيديو موضوع كثير مهم. بس لو انه مرر هاي الكرة لابراهيم دياز كان ريال انهت المباراة وحسمت المباراة. بس انتم بتعرفوا اللعيبة البرازيليين بس تتنح معاهم وتسكر، خلص لازم هو يجيب الجول. انا مش ضد رودريجو، لا بالعكس، انا واحد من اللي بيحب رودريجو بس ما بحب الانانية. شفنا بعد هيك انشيلوتي بيعمل كم من تبديل، واحد منهم كان منطقي وهو انه يطلع مودريتش ويدخل سيبايوس عشان نسيطر اكثر على الكرة، لانه شفنا الريال مش قاعد تمسك الكرة، ومودريتش كان لسه مش في احسن حالاته في مباراة امبارح. ما في اثنين بيحكوا عن جودة مودريتش، لكن شفنا مودريتش ما كان افضل حال له، وكان الافضل انه يطلع. بس شفنا جمهور بيتيس كيف استقبل سيبايوس، وانا بس شفت الجمهور كيف استقبل سيبايوس حكيت تبديل انشيلوتي ما كانش في محله، واللاعب راح يعاني حتى يدخل في جو المباراة. في لاعبين بيستغلوا هذا الاستقبال من الجمهور، بيخلوا هالشيء لصالحهم، بيساعدوا فريقهم انه يطلع بنتيجة ايجابية من المباراة. بس سيبايوس كان العكس، شفنا كيف لما دخل ما قدم ولا اضافة، بالعكس كان نقطة سلبية في خط وسط مدريد. اللي بيعرف سيبايوس بيعرف انه سيبايوس لاعب خلاق ولاعب مبدع وفنان مهاري، بس ما شفنا ولا شيء منه من لما دخل. وشفنا تغييرات انشيلوتي الثانيه اللي ما كان لها اي فائده. طلعت كروس، استغربتها بصراحه. كروس هو الوحيد اللي قادر على انه يرفع وينزل رتم اللعب، وانك تخرجه واحنا متعادلين هذا شيء غريب، وخاصه انك دخلت نيكو باز. اكيد نيكو باز موهبه، بس لسه صعب انك تدخله في مباريات زي هيك، خاصه انه متاخرين. كنا في مباريات فايزين فيهم مرتاحين، ما كنت تدخل الشباب يا انشيلوتي، يعني خلاص حبكت معك في المباراه بدك تدخل نيكو باز. غريب امرك. طبعا في الشوط الثاني شفنا انشيلوتي لاحظ نقطة الضعف اللي أنا شفتها في الشوط الأول، واللي هي إنه عندنا نقطة ضعف في مكان تشواميني. فشفنا فالفيردي برجع بغطي هالمكان، بلعب فيه كمتوسط ميدان دفاعي، وكمان كان يطلع يساعد المنظومه الهجوميه، يعني تقريبا زي لاعب بوكس تو بوكس. فاغلب الوقت كنا نشوفه في مركز تشواميني. وهدف بيتيس الثاني اللي شفنا فيه خطا جماعي من لعيبه ريال مدريد، خطا من كروس، خطا من مندي، خطا من فالفيردي. بشكل اكبر انا بحمل الخطا لفالفيردي. ليش؟ فالفيردي ما كان ماسك اي لاعب، ما كان في عنده اي لاعب جنبه، وكان بيقدر يروح يضغط على لاعب بيتيس. ومثل ما حكيت تغييرات انشيلوتي كانت غريبه. ابراهيم المفروض ما طلع، كروس المفروض ما طلع، المفروض دخل خوسيلو، المفروض دخل ناتشو من بدايه المباراه المفروض دخل، وسيبايوس كمان المفروض من بدايه المباراه دخل، يمكن كان يكون وضع مختلف. شفنا مودريتش ما قدم شيء، وكان الافضل انه تبلش بسيبايوس او انك تبلش بخوسيلو مكان مودريتش وتلعب بثلاث لعيبه هجوم، او كان الافضل انك تلعب خوسيلو مكان مودريتش وتلعب بثلاث لعيبه هجوم. كونه انه لاحظنا ريال مدريد كانت بتعاني في انها تبني اللعب، وكنا نشوف رودريجو ابراهيم بيختفوا كثير وبيلينغهام، وكنا نحس لعيبه بيتيس قادرين يدافعوا بشكل جيد. حتى لو شفنا رودريجو مردغهم في اكثر من لقطه، شفنا لقطات كثير رودريجو مردغ فيها دفاع بيتيس، بس بشكل عام شفنا كيف انه دفاع بيتيس كان قادر يسيطر على خطوره الريال. لو انه لعب خوسيلو كان ممكن نشوف رودريجو متحرر اكثر، وهو بيلينغهام وابراهيم. مثل المباريات الماضيه كيف كنا نشوف ريال مدريد كانت هي الافضل والاقوى بوجود خوسيلو، حتى لو خوسيلو ما كانش يسجل، بس شفنا كيف مدريد كانت هجوميا اقوى من مباراه بيتيس. ضد بيتيس ما كان في اي قوه هجوميه، صح كان في ابداع فردي خاصه من رودريجو مثل ما حكيت، بس ما كان في قوه هجوميه، ما كان في كميه الفرص الخطيره على المرمى الا من طرف رودريجو والهدف تاع بيلينغهام. ننهي الفيديو ونحكي عن كم من لاعب في ريال مدريد. طبعا لاحظنا انه لونين ضمن الاساسيه، لونين اثبت حاله الفتره الاخيره، وكل جمهور الريال كان بيتمنى انه لونين هو يكون الاساسي. ما في اثنين من جمهور مدريد بيختلف على انه لونين هو اللي بيستحق الاساسيه. ولو شفنا كيبا بيلعب في مباراه بيتيس كان لقى جمهور مدريد كله هاجم على انشيلوتي، فانا بشوف لونين هو الاحق بالفرصه كونه لاعب مدريدي مثل ما حكيت في الفيديوهات الماضيه، واحنا بنملك عقد لونين، فليش نلعب كيبا وما نستفيد من لاعبنا الثاني؟ وانا اللي بتوقع انه لونين راح يطلع في نهايه الموسم، خاصه مع تقدمه هالاداءات ممتازه، مش راح يرضى يضل احتياط لكورتو مثل ما حكيت فيديوهات ماضيه. لونين مقدم اداءات ممتازه، اذا طلع على اي نادي في العالم راح ياخذ الاساسيه بكل اريحيه، ما في اي اثنين بيختلف
يختلفوا في هالموضوع، وفي انديه كبيره حاليا في العالم بيشوف كيف بتعاني مركز حراسه المرمى. انا مش قاعد بحكي للونين يطلع، لا بالعكس انا بنفسي انه يضل، بس الواحد بيحكي بمنطق، بيحكي بعقل. لونين مبدع، يضل في ريال مدريد شيء صعب وصعب جدا. فاسكيز ومندي موضوع الاظهره، انا موضوع الاظهره اكثر موضوع مضايقني يمكن من سنه 2014 ايام ما كان عندنا دانييلو. كنا نشوف مارسيلو في السنين الماضيه كان هو افضل ظهير في ريال مدريد، ما كنا ننتبه لكارفاخال كثير، بس كارفاخال كان مؤدي اللي عليه. بس بشكل عام كنت احس ريال مدريد دائما نقطه ضعفه بتكون في مركز الاظهره. ما كان عندنا في كل موسم في المواسم الماضيه لاعيبه اظهره جيدين او بجوده عاليه في مركز الظهير الايمن والظهير الايسر مع بعض. وانا لما احكي بجوده عاليه ما بعني انه يكون في عندنا لاعب واحد، لا يعني يكون في عندنا لاعب اساسي ولاعب احتياطي. فانك تلعب بفاسكيز ومندي في الموسم الحالي كاظهره انا ضد هالشيء. انا يمكن دفعت عن مندي في الفيديوهات الماضيه وحكيت انه ماخذ انتقاد اكبر من حجمه، لكن انا ما حكيت انه لاعب مناسب لريال مدريد. انا حكيت كمان انه مندي لاعب ما بيناسب ريال مدريد، لانه احنا بدنا ظهير متكامل، الظهير بيقدر يلعب هجوميا ودفاعيا وبيقدر يلعب بالقدم، يعني بيقدر الثنائيات يلعب 1 2، خاصه لما تكون بجهه لاعب زي فينيسيوس اللي محتاج في اغلب الوقت لاعب يرتكز عليه. وهالشيء بنشوف الجهه الشمال بالتحديد ضعيفه فيه، بينما كارفاخال بيقدر يلعب بالقدم. وشوفنا كيف ثنائياته مع رودريجو بتكون، وحتى مع فالفيردي حاليا بنشوف كيف انه كارفاخال بيرتكز على فالفيردي وبيطلعوا بساند الهجوميه. لهيك انا بالفتره الحاليه ضد انه اشوف فاسكيز ومندي، وضد اني اشوف تشكيله الاربعه في الدفاع. انا مع تشكيله الثلاثه حتى في الموسم القادم اذا ما شفناش لاعبين اظهره جداد في ريال مدريد. بتمنى انه نلعب ثلاث مدافعين اذا اجى تشابي الونسو بالتحديد، وانه يا رب يجي. يعني انتم شايفين كيف الونسو مقدم اداءات خياليه مع ليفركوزن. نروح لاخر شيء موضوع رودريجو اللي انا بشوف في اخر فتره مقدم اداءات خياليه في الجهه الشمال. طبعا هالشيء بيهدد وجود فينيسيوس في الجهه الشمال، وكمان تألق ابراهيم بيهدد وجود فينيسيوس في التشكيله كامله. في ناس بتحب فينيسيوس، انا من الناس اللي بحب فينيسيوس، بس الواحد بيحكي بالمنطق. رودريجو لما يلعب على الجهه الشمال بيحسسك انه الحياه سهله، ما بيعقد الامور. لاعب عنده شيء واحد يعمله وهو يروح للجول، ما بهمه كيف الطريقه اللي يروح فيها للجول. شفنا امبارح لقطات كثيره بذكرني بصراحه برونالدو الظاهره. ما بتقارن هو برونالدو الظاهره اكيد، بس بحس عنده شيء من رونالدو الظاهره رودريجو. وابراهيم دياز مقدم مستوى خيالي. شفنا كيف حتى لو ما بسجل بنشوف كيف تمريراته على الجرح مثل ما بنحكي عنها في الاردن، تمريرات رهيبه. فانا بشوف فينيسيوس في اخر فتره مع نزول مستواه صعب اشوفه بيلعب التشكيله الاساسيه. حتى لو فينيسيوس بس احنا ريال مدريد واللي بيلعب افضل هو اللي بيستحق الفرصه. رودريجو امبارح كل جمهور ريال مدريد استمتع في المباراه، حتى لو تعادلنا انا واحد من الناس اللي طلعت من المباراه مبسوط على اداء رودريجو خيال. رودريجو اذا بيلعب في الجهه اليمين بعد مباراه امبارح وبعد الفتره الاخيره الممتاز مع ريال مدريد بكون ظلم كبير لرودريجو، بكون ظلم كبير لرودريجو. ابراهيم دياز مقدم اداءات مثل ما حكيت ممتازه. احنا ما بدنا بس لاعب الهجوم بيسجل، بدنا اياه يصنع. وشفنا ابراهيم كيف صنع هدف بيلينغهام. ابراهيم في اخر فتره لاعب ممتاز، خاصه مع احتفاظه في الكره بتحسه احسن من فينيسيوس بدنيا بالتحديد. في المراوغات بيستخدم جسمه بطريقه افضل من فينيسيوس بتحس اي التحام بيقع، وهالشيء خلاه يدخل في مشاكل مع الحكام. كره القدم بدها شويه رجوله صراحه. انا بحكيش انك طنط، بس بدك لازم يحطوا قانون في كره القدم. اذا اللاعب وقع بطريقه بتبين للحكم انه ما بيستحق الخطا يعطيه اصفر. يحكي قانون اسمه ايش؟ استرجل. والله يعني بنشوف كيف ابراهيم دياز في اخر مبارياته مقدم اداء ممتاز، بيلعب في جسمه، بدخل جسمه في اللعب هو بالعمدن اصلا، بس ما بيقع في اي لقطه. بيقع في اللقطات بتحسها مستاهل خطا، واغلب لقطاته بتستاهل لانه بيلعب بجسمه صح. برمي حاله بعد اي احتكاك معه، لا برمي حاله على الخصم، ببين انه بده يحتك مع الخصم بدنيا، والخصم بيضطر انه يعمل خطا عليه. بنشوف كيف اخر فتره كيف الخصوم بيخافوا انهم بيدخلوا معه في الالتحام، خاصه في منطقه الجزاء، وكيف انه ساهم في الهدف تاع ريال مدريد الثاني في مباراه ريال مدريد الماضيه. بس ما عندي اكثر من هيك احكي، كنت بدي احكي اقل من هيك بصراحه، بس في نقاط كثير كان المفروض نحكيها في الفيديو اليوم. بنشوفكم في فيديو مباراه جاي، مباراه يونيون برلين وريال مدريد في ابطال اوروبا، المباراه المحسوم فيها الموضوع لريال مدريد، متاهلين وصداره مضمونه. فاتوقع نشوف انشيلوتي بيشارك اكبر عدد ممكن من الشباب، ممكن نشوف نيكو باز بياخذ فرصه كامله في هذه المباراه، الا اذا انشيلوتي حابب يطلع في نقاط المجموعه كامله. وهالشيء ما صار في اخر فتره في ريال مدريد من سنين. يعني شفنا ريال مدريد بيطلعوا 11 12 13 نقطه و15 نقطه، بس انه نشوف 18 نقطه في اخر سنين ما شفناها كثير هالشيء. وبس بشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وهلا مدريد، سلام.